بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين تاني. النهارده ان شاء الله انا كنت حابب اتكلم عن فيديو. تقريبا هتكلم النهارده عن 17 ويب سايت تقدر تخش تقدم على شغل منهم، بعيدا بقى عن لينكدين بالمناسبه من ضمن ال 17. بس يعني اهو ننوع، فاهم؟ اهو تبعد عن لينكدين شويه، الجوبس ما بقتش عليه كتير زي الاول. فانا جايب لك بقى حاجات جانبيه كده، فاهم؟ تقدر انت تفتحها وتقدر انت تقدم عليها. وفي كام حاجة كده أنت هتستغرب إنها بينزل عليها شغل، تقدر تجيب من عليها شغل، يعني مش موقع يعني بص، تعالى نشوف. هنكتشف مع بعض دلوقتي، بس تعالى نقفل الفيديو، ما أعتقدش إن إحنا محتاجينه. ماشي، بسم الله. رقم واحد، تعالى نتكلم عن الموقع ده، في اسمه ريموت. تمام، حاجة كده. معظم المواقع بالمناسبة اللي هوريها لكم النهاردة عبارة عن ويب سايتس بتقدم ريموت جوبز أكتر، يعني أغلبها كده، لأن ده اللي أنا بحتك بيه. أنا صراحة ما بحبش الحاجات الأون سايت، يعني هايبرد نوعًا ما. أنا بافضّل طبعًا الريموت، فأنا معظم الحاجات اللي بادوّر عليها بتكون ريموت. فده اللي أنا هاعرضه النهارده، ده اللي أنا هاتكلّم عليه، وأعتقد في حاجات في النُص كده بيoffer أكتر من حاجة، يعني مش لازم ريموت بس، ممكن تلاقي عنده hybrid on site، أنت بتفلتر. تمام، فبس يعني أنا حابب أعرّفك في الأول، يعني أنت لو داخل بتدوّر على حاجات ريموت بس، في ويب سايتس هنا بتقدّم service للremote jobs بس. لو أنت عايز كُلّه برضه هتلاقي. فبُص، أنا هادلّعك النهارده. أنا جايب لك فوق، شايف تقريبًا 17 تاب مفتوحة، يا باشا هتتبسط. ماشي، تعالَ نبدأ كده عن أول موقع. تمام، هنا أنا بالمناسبة معظم الحاجات اللي أنا مدوّر عليها النهارده، كل الjobs دي اللي أنا فاتحها أو كل الwebsites هتبقى عبارة عن back end engineer، برغم إن أنا flutter. تمام، بس أنا مسرِّش عن back end engineer. نعمل لهم marketing بقى ونسحب لهم السوق. ماشي، أنت عندك هنا في filter تقدر تفلتر هنا بالremote وhybrid وon-site كback end engineer. حلو. الموقع بالمناسبة، المواقع دي كلها أنا هاسيبها إن شاء الله في الdescription، هاحاول أسيبهم كلهم في الdescription. ماشي، أنت هنا back end engineer، أنت بتخش هنا بتview الjob. تمام، بس ما تعملش تعمل apply، لأن الapply هنا بفلوس، يعني هيقول لك sign up وادفع ومش عارف إيه. فأنا باعمل إيه بقى في الحركات اللي زي كده؟ باشا، أنا باخش على LinkedIn بتاعها، مش على LinkedIn الشركة. تمام، باخش على LinkedIn الشركة، باخش على الwebsite بتاع الشركة. حلو، باخش يا باشا، خلاص إحنا الsite ده خلاص يعني. تمام، إحنا هنخش بقى هنا، جبنا LinkedIn، تخش يا باشا تعمل لهم follow. حلو، هتبدأ إن أنت تشوف البوستز هناك، ممكن تلاقي في hiring post نازل. مفيش. تمام، الويب سايت حتى بتاعهم مش شغال، احنا شكلنا فتحنا شركة غلط. غريبة، عندهم 26,000 فولور مفيش بوستز. مش مشكلتنا. المهم، عادة بتلاقي في جوبس بتكون نازلة. تمام، هو في جوب، في جوب مفتوحة. حلو، فانت كده خلاص وصلنا للجوب سيكشن. هتلاقي في حاجات هنا مفتوحة تقدر انت تروح تقدم عليها، هو طالب اكتر من بوزيشن هنا. تمام، برضو لو هو مش حاطط حاجة هنا، انا بكلمك دلوقتي على الموقع، انا بشرح كل موقع انا بعمل ايه فيه وبتعامل معاه ازاي، لان هنا هو قافل حته ان انا ابلاي فور ا جوب لازم ان انت تساين اب وتدفع. فانا لا يا عم، هي ناقصه وجع دماغ، فلا. انا بعمل كده، بقوم جاي داخل الموقع ده بستخدمه كده، بشوف الجوبس اللي عليه، بروح اخد اللينكدين بتاع الشركه اللي هو منزلها او الويب سايت، وبفر فيها فره محترمه. اشوف بقى الويب سايت بتاعهم، هل هم منزلين حاجه؟ والويب سايت تقريبا داون، لا شغال. تمام، هي تقريبا شركه اوت سورس تقريبا. انا جبت، هو كان هناك قافلها عليا بيقول لي ادفع، انا هنا جبت شغل، جبت البوزيشنز عادي، بخش ان انا اقدم والدنيا في اللذيذ. وانت هنا في الجوبس هنا سيكشن، او ممكن تلاقيه في البوستز. حلو، فانت يا باشا هتتعامل. ده كده بالنسبه لاول موقع عندنا. عندك تاني واحد في لينكدين جوبس عادي، اللي احنا كنا بنقدم من عليه عادي جدا. ده معروف، الدنيا سهله وبسيطه. حلو. انا بحط ما بين دبل، اسمها ايه، كوتيشن تقريبا. تقريبا دبل كوتيشن، مش فاكر اسمه والله. بيفلتر احسن، يعني هو بيجيب لك كل التايتلز اللي مكتوب فيها كلمه باك اند باك اند باك اند. تعالى كده نشوف ده بروموتد، ده زي ما تقول كده اعلان، فطالع في النص كده، لان هو لو قلت يا عم الراجل ده بيهبل ولا إيه؟ لا، بص، بروموتد مش تبعي. انت لو شلت كلمه باك اند من هنا، بص، هيجيب لك ايه؟ جايب لك فلاتر.
فأنا بُص اديت 378,000 result. بُص ده بقى 16,000 وكلّهم back end focused. دي تريكاية كده مش فاكر مين اللي كان قال لي عليها. تعالَ نخش على الموقع أو الويب سايت التالت والّا التاني؟ التالت، بعيدًا عن LinkedIn هيبقى التاني بLinkedIn التالت. بُص يا باشا، أنا برضه هنا مسرِّش على back end حلو، في Java back end engineer في Spotify فاتحين أهو. ماشي، تعالَ نشوف Behance. هتخش تعمل apply، طبعًا الjob description موجود تحت وكل الكلام ده. حلو، هتجيب بقى apply for that job. تقريبًا Binance بيفتحوا positions Flutter على فكرة. تمام، هتخش إن أنت تقدّم من هنا عادي. شُفت سهلة وبسيطة إزاي؟ تعالَ يا عم على اللي بعده. هنا Glassdoor مش بتشوف بس من عليه salaries، لأ أنت تقدر تقدّم على شغل كمان من هناك. تمام. هنا كتبنا back end، كتبت مصر كايرو. في positions موجودة بتخش إن أنت تقدّم من عليها. حلو، الدنيا برضه لذيذة، وتقدر إن أنت تختار أماكن مختلفة مش لازم كايرو. أي حاجة هنا. تعالَ يا عم USA United States. حلو، خش يا باشا سرِّش وهتلاقي حاجات وخش قدِّم والدنيا لذيذة. حلو، عندك برضه Indeed. تقريبًا Indeed بقى تبع Glassdoor الفترة الأخيرة، لإن الحاجات اللي بالاقيها هنا بالاقيها هنا، وحتى هم بينافيجيتوا على بعض، في حاجة غريبة، فتقريبًا بقوا تبع بعض. بس برضه ده أنت كده تقدر تقدِّم على حاجات back end هنا برضه. أنا مسرِّش هنا back end، ما أعرفش هي جات معايا كده. تمام، back end هنا طالبين senior PHP. تخش يا باشا تقدِّم، بينزل شوية حاجات محترمة. حلو. الموقع ده ZipRecruiter. أنا الموقع ده صراحةً مش عارف مش عارف أجيبها لك إزاي، بس أنا باستغربه. في إحساس غريب كده لمّا باجي أفتحه، يعني الUI بتاعه غريب، مش مريح، مش فاهم، بس هو بينزل عليه شغل. تمام، معظم الحاجات اللي بتكون موجودة تقريبًا في USA تقريبًا. USA. تعالَ كده نشوف Egypt. هي في USA بس، يعني Egypt ده أعتقد مكان في USA. Egypt GA. تعالَ، ده تقريبًا في USA في جورجيا. يعني استنى، لأ ثواني، ده في state of Georgia، يعني USA فيها state اسمها جورجيا وتقريبًا. بُص إحنا ما لناش دعوة بالكلام ده، بس على العموم كل الحاجات الموجودة هنا في USA. تمام، فأنت لو شايف إن الإنجليزي بتاعك جامد وأنت شخص جامد، خش يا باشا سرِّش هنا. تمام، كل اللي إحنا شُفناه لغاية دلوقتي تقريبًا كده 4 والّا 3. بُص إحنا مش هنعِد أحسن. تمام، معظم الpositions اللي هنا بتبقى في USA، بس ده on site remote. مش فاكر كنت بافلتر هنا في filtration. في هنا remote، تقدر إن أنت تapply filters في remote نازل ل552. حلو، تحط الCV بتاعك وبتعمل profile وبتبدأ إن أنت تapply عادي. ماشي، في هنا الruby jobs نفس الكلام، شبه أول أو تاني موقع. أنت هنا بينزل الjobs. أنا هنا برضه جايب back end، فعندك senior back end ده new، الحاجات دي لسه نازلة. أنت تقدر تحط أي position بقى براحتك. أنا الresponsive هنا بايظ على فكرة، محتاجين يصلحوه. ماشي، هنا بيحط لك بقى الdescription. كل الكلام ده مش مهم، هو لسه نازل امبارح، يعني من كام ساعة. apply for that job. أنت عندك بتخش هنا يا باشا. فين يا عم الposition؟ إحنا بيتضحك علينا. فين الposition؟ طب استنى، تعالَ ندّي فرصة تانية. ruby. بُص يا باشا، أنت تخش هنا. تعالَ نجيب حاجة تانية. junior full stack. تقريبًا الويب سايت نفسه اللي إحنا دخلنا عليه فيه مشكلة. أهو جاب لك apply. تمام، هتخش ده remote في بس ده عايز حد جوه كندا. أنت فاهم؟ مش عايز حد برّه كندا، يعني ده remote بس جوه كندا. برضه من الحاجات اللي موجودة، أنا عمّال باقفل الويب سايتس، هاضطر إن أنا أروح أفتحها تاني عشان أحط اللينكات بتاعها في الdescription. ده حوار. فأتمنى ما أكسّلش، لإن المرّة اللي فاتت دي اللي فاتت قعدت أقول هاحط الskills والrules في الdescription ونسيت وكسّلت. يعني حد فكّرني كسّلت أخُش أحطّهم، بس اللي دخل كلّمني صراحةً حطّيتهم، يعني ادّيتهم له. هنا برضه في شوية حاجات. ده back end. أنا طبعًا عامل إن أنا عايز حاجات remote، فده back end نازل من 7 أيام، 6 أيام. هي مش نازلين امبارح، بس برضه في حاجات موجودة. وحاطط لك الsource بتاعها، يعني تعالَ ده محطوط. ده مكتوب بالأسباني.
تعال نشوف ده. يفتح لك البوزيشن على لينكد ان، تخش يا باشا تابلاي. تمام، هو ده نافيجيت على لينكد ان. في بعض الحاجات زي ما هو زي ما انت شفت من شويه كان ظاهر سورسز، كتب لك السورس لينكد ان، انت ممكن تلاقي سورسز مختلفه بعيدا عن لينكد ان. عندك برضو هنا في ارك. ارك جميل ولذيذ، بينزل عليه حاجات حلوه. تمام، في هنا انت ممكن تقدم على اكتر من حاجه. تعال نشوف مثلا نوت جافا سكريبت. ماشي، انت بتبدا تقدم، وده حاطط لك السالري والجوب ديسكريبشن وكل الكلام لذيذ ده. ريموت اني وير، خش يا باشا قدم. لو انت عندك اكسبيرينس فوق ال5 سنين والسالري تمام معاك، خش يا باشا قدم. لسه اهي فريش نازله من 9 ساعات. ده اسمه ارك. حلو، تعال نشوف ريموت هانتر. ريموت هانتر ده ريفريش توكن فيه بايظ على فكره، يعني بعد كام ساعه كده بيطلعني من الويب سايت، انا مش عارف ليه، ولا هو في حاجه بتحصل هنا كل مره تقريبا بفتحه، كل ما افتحه بيطلب مني ساين ان. المهم انت عندك هنا انا مسرش على باك اند، في سينيور سوفت وير انجينير. عندك باك اند سوفت وير انجينير. ماشي، لا يا عم بروسيد. ماشي زي الفل. ها، طب بص، هو شكل الموقع تعبان. تعالى نشوف ريموت. لا فتحه. تمام، فبيجيب لك جوبز تقدر تخش تقدم. خلي بالك معظم الحاجات اللي انا عمال بوريها لك، او معظم الحاجات اللي بوريها لك النهارده عموما بره اطار مصر، فاهم يعني؟ حاجات ريموت. زي ما انا قلت لك في اول فيديو، انا بسرش على الحاجات الريموت، فهتلاقيني بشو ليك ويب سايتس اغلبها ريموت. ريموت بوزيشنز. بس انت ممكن تشوف الويب سايتس اللي بتوفر اكتر من حاجه زي الهايبرد والاون سايت وتقدم. ومش لازم الحاجات مش لازم الحاجات اللي في مصر، يعني ممكن تقدم حاجات بره. في بعض الويب سايتس بتخليك تسلكت المكان اللي انت عايز تسرش فيه. تمام، عندك مثلا زي جوجل. دي الحاجه اللي انا قلت لك في الأول، انت هتستغرب جوجل انت تقدر تجيب من عليه شغل عادي. طبعا انت هتختار اللوكيشن بتاعك، وهتكتب بوزيشن باك اند ديفلوبر هايرنج، في حاجات بتنزل اهو، وبيجيب لك منهم في سايتس كتير. ده كله نازل يا ريس. على كده نعمل تاريخ النشر امس. في بوزيشن نازله اهي، تخش بقى تقدم. ده جايب لك من انديد، ده مش عارف منين. تعالى كده نلغي ابس ونشوف الويب سايتس اللي جايب منها. ماستر تيم ده من انديد، ايش مش اسم الشركه ماستر تيم. في جايب لك موظف، بيديك انسايتس خفيفه كده. يعني كاتب لك هنا فول تايم، كاتب لك هنا السالري مثلا. انت فاهم يعني؟ كاتب لك هنا من 6 ايام، جايبها لك من على لينكدين هنا ترنت 360 مي. كاب كاب جيميناي، الشركه دي محترمه. في عندك نون. تمام، في ديلويت. اتمنى اكون نطقت الاسم صح. مش عايز بس حد يقول لي ايه اللي انت بتقوله ده، يعني الاسامي مش مهمه. ماشي، انت عندك هنا حاجات كتير تقدر ان انت تقدم عليها. جوجل بيوفر لك السيرفيس دي. هتخش تكتب البتاع ونوع الوظيفة، تقدر تختار كمان وتلعب تاريخ النشر. ايه العبط ده؟ ما تهمناش أوي. في هنا ما تفلترش، يعني خش انت اللي فارق معاك تاريخ النشر، عشان بيجيب حاجات ممكن يجيبها لك من سنة مثلا. تمام، في موقع لذيذ. الموقع ده انت لو دخلت عليه ما مش هتعرف تتعامل معاه. اقول لك ليه؟ يعني سيبك من الحاجات البريميوم دي، أنا اول مره اشوف الحوار ده. ما بقاش يحط ديسكريبشن. تمام، بقى بيعمل حاجات بريميوم. بس تعالى شوف، انت عندك هنا باك اند، البوزيشن باك اند. انا مش عارف اللغه دي عامله كده ليه، برغم ان انا فاتح هنا في مصر. مع دماغه بايظه شويه. بلاك ستون دي الشركه دي، ما بشوفها كتير على لينكد ان. تمام، هو هنا مش بيكون حاطط لك اي حاجه تقدر تقدم، هو حاططها لك كده منظر. انا ما اعرفش ايه الفكره. تمام، فهو بيكون حاططها كده منظر. فانا بعمل ايه بقى؟ بص يا باشا، الخدعه والمهاره. بمسك اسم الشركه، بحطها هنا، وبمسك اسم البوزيشن وبحطها هنا. بلاك ستون اسم الشركه، وبعدين اسم البوزيشن، سرش اهو يا باشا. باك اند في بلاك ستون اي تي. ما هي دي الشركه، كانت فاتحه من شهرين. حجز ده. لا لا، ده معاملتي مع الموقع ده. يعني هو ما بيحطليش اي كونتاكت انفورميشن. حلو، هو كل اللي بيحطه لي يعني شويه ريسبونسبيلتي. بص، هو ما بيحطش حاجه مفيده.
بعيدا عن الريسبونسبيلتيز واسم الشركه والبتاع ده، هو ما بيحطش اي حاجه مفيده، بس بيحط حاجات كويسه. يعني هو أنا مش عارف هم بيعملوه بسكرابنج ولا بيعمل ايه بالظبط، وبيشيل الكونتاكت انفورميشن لسبب ما انا مش فاهمه. تمام. فانت ممكن تاخد اسم الشركه وتبدا انت تسرش. على فكره بيجيب حاجات حلوه، لان هو تقريبا بيعمل ويب سكرابنج، وتقريبا بيعمل على سكرابنج على شركات. يعني بيفتح الويب سايت بتاع الشركه يعمل سكرابنج عليها. لان انا قبل كده كنت اعرف حد صاحبي الشركه فتحت عنده بوزيشن، انا ما اعرفش ان الشركه فاتحه عنده بوزيشن، ولا كان هو يعرف ان الشركه فاتحه عنده بوزيشن في بوزيشن ما، يعني بدون ذكر البوزيشن. فتحت هنا فكنت بقلب، فوقع قصادي البوزيشن، فدخلت قلت له: هو انتوا الشركه عندكم بتهاير؟ تعالى بس انا يعني نقول باك اند. قال لي: مش عارف. فراح يسالهم قالوا له: اه. وكان ظاهر هنا وهو ما يعرفش، ومحدش تقريبا يعني هم. انا مش عارف هو جاب المعلومه منين دي، بس بجد الموقف ده يعني غريب. والموقع ده انا مش فاهم هو بيعمل ايه، ولا ايه الاليه اللي هو شغال بيها، بس بيجيب حاجات، يعني بلاقي حاجات عليه حلوه الصراحه. بالذات ان هو مش بيجيب من مواقع الهايرنج، لا ساعات بيجيب حاجات بتكون نازله على الويب سايت بتاع الشركه نفسها، فاهم، في الجوب سيكشن عندها. فدي حاجه لذيذه هو بيقدمها الموقع ده، بس مش حاطط اي كونتاكت انفورميشن ولا ايميل ولا رقم تليفون ولا اي بتنجان. ساعات بيحذف السعر كده في النص، بس في الاغلب هو بيكون بالمنظر التعبان ده. بس ما يغركش شكله، يعني انت هتعرف تطلع منه بمصلحه. ايه اللغه اللي هو كاتبها دي؟ والله ما عارف، يعني يكرر. مش عارف اقسم بالله. هو اخر مره فتحته تقريبا من اسبوعين كان سليم. ايه اللي هو حصل ده؟ مش فاهم. ماشي. كان في حد شير بتاع ده، الويب سايت ده شفته على لينكد ان. الويب سايت ده طبعا مسرشين على باك اند برضه شكلها شفت. بيقول لك انت بتسرش بالتكنولوجي. حلو. وبيقول لك الشركات الكبيره من وجهه نظر الويب سايت اللي شغاله بالتك ستاك ده، يعني احنا. هو المفروض كان بيفلتر قبل كده بالتك ستاك. سيرش تكنولوجيز تعالى كده. لا رافل. ايه يا عم اللي انت بتقول ده؟ بتسيرش على التك ستاك نفسها او التكنولوجيا نفسها. بص يا باشا، هو هنا الكلام ده صاحبي. لا تعالى كده. بص هنا انت تقدر تجيب الكومبانيز. cities industries and domain. تمام. هو هنا بيوفر ليك شوية كومبانيز محترمة. حلو. انت تقدر هنا تسلكت. دي الحته اللي كنت بكلمك عنها. هو حاطط لك هنا شويه شركات حلوه لذيذه الصراحه. انا لما قعدت افر فيها كانت لذيذه. انت تقدر ان انت تسرش هنا بستاك معينه بتكنولوجي معينه. يعني تعالى ايه لا، نشوف لارافيل، سبرينج بوت، نود جافا سكريبت. تعالى نشوف الحاجات بتاع الباك اند كده المشهوره. بيت باكيت مثلا. بص يا باشا، ماشي. اللوكيشن تقدر تختار بقى هي فاتحه فين. حلو. عندك بقى السيتيز، كل الكلام اللذيذة دي. تقدر انت بتوفر انترنشيب، فيزا، ريموت، مش عارف ريلوكيشن يعني يلوك عندهم. تمام. فتعالى كده احنا هنا باك اند. ابلاي فلتر. مفيش. طب مفيش حد. ما فيش حد الشركة هتبقى شغالة نود وبس، نود جافا سكريبت وسبرينج بوت وكل ده، لأنهم حاجات مختلفة، فاهم. تعالى كده نشوف ابلاي فلترز. جاب لك يا عم احنا عاملين بلارافيل تقريبا. جاب لك هنا زد شغال على الريموت. تقدر إن هي تهاير من أكتر من مكان، مش مكان واحد بس. عندك benefits internships. حلو. تمارا. تمارا دي تقريبا في السعودية. similar companies. حاطط لك لينكدين والكارير بيج بتاعتها. حلو. ده لو انت بقى فاهم عايز تقدم في حاجات نقدر نقول شركات مني كويسة، مش الستارت ابس مش عايز اقول تحت بير السلم، بس انا قلت شركات نوعا ما حلوة، او مش نوعا ما حلوة، شركات حلوة. تمام. فانت هنا ممكن تسرش على البوزيشن سوري تك ستاك او تكنولوجي وتشوف. يعني انت مثلا تعال نشوف حاجه تانية. هضطر اسرش عن فلاتر. تعال نسرش عن فلاتر. ماشي. بص انا كاحمد بشوف ريموت اكتر. ماشي. يعني ايه في فارما عندها فلاتر؟ بجد ولا اول مره اعرف؟ ده معلومه جديده والله. تيك ستاك شغالين بفلاتر، والله اول مره اعرف، او اول مره اخد بالي. المهم هيحط لك هنا بقى اللينك.
بتاعهم فين الويب سايت. تخش يا باشا تقدم من هناك لو هم فاتحين جوبس قريبه. حاطط لك لينكد ان، تخش روح اعمل لهم فولو، بحيث ان هو لو نزل هايرنج ولا اي حاجه ممكن يجي لك نوتيفيكيشن، او ممكن تشوف بوست نازل ولا حاجه، فدي حاجه تبقى كويسه. اعمل لهم فولو اصلا. تمام. الموقع ده لذيذ. عندك بقى الهوم بيج. هوم بيج ايه ده؟ الايفا فارم، سيبك بقى من تمارا. في وركابل. انت عندك هنا باك اند بوزيشنز بتنزل. انا هنا مختار ريموت. في مش عارف اكتر من بوزيشن من 23 ساعة. تعالى ده ريموت في يونايتد ستيتس، تقدر انت تخش تقدم ابلاي. انت اكيد بتشوف الشكل ده في اكتر من مكان قبل كده، في ده وركابل نفسه بقى، فاهم؟ تخش انت تقدم، والدنيا لذيذة في اكتر من بوزيشن. في برضه ايه هنا. الموقع ده لذيذ برضه. انت ممكن تشوف، تحط السي في بتاعك والسكيلز، هو بيبدأ يماتش. تعالى كده، هو فاتح في كندا ويونايتد ستيتس برضو. انت تعالى كده توب ماتش. توب ماتش في فلاتر. ايه يا عم الكلام ده؟ عشان انا كاتب باك اند انجينير، يعني انا لو كاتب فلاتر مثلا. كنت لسه بقول لكم جامده، بس ده في نيويورك وده اون سايت، فاهم؟ فانت ممكن تشوف جوب تايب، فين ورك موديل، ريموت، anywhere in the US. يعني هم عايزين حد في امريكا، انت واخد بالك؟ لازم تكون هناك، لان هي اصلا الشركه دي من هناك، فهو عشان كده ظهرت هنا. تقدر انت تفلتر على كندا. تمام. تقدر انت تروح تقدم عادي. حلو. تعالى كده نشوف كاب جيميناي. كاب جيميناي بص، هتعمل ابلاي ناو، تخش بقى تقدم يا باشا. يبقى في حوارات كتيرة هنا. في اوبشنز عادة بيطلعها لك، يقول لك هو ابلاي هو مكانك ودوس سبسكريبشن، ولا تخش تابلاي. انت قول له هابلاي انا وريح دماغك. تخش هنا تابلاي على البوزيشن. طالبين بروكو بروفايدر، يعني حاجات نوعا ما سهلة، موبايل سكيورتي، حاجات لذيذة. ابلاي ناو. بقول لك مش عارف نيرست، محدد الاماكن. عشان كده قلت لك اللي هم بيجيبوا حاجات الريموت، حتى الريموت بيكون من جوه الدولة نفسها، من جوه كندا او من جوه يونايتد ستيتس، فاهم؟ عندنا هنا تاني في وي ار ديفلوبرز. الموقع ده مجربتوش كتير الصراحة، بس انت عندك باك اند هنا، في حاجات مختلفة طبعا. هتيجي هنا بقول لك لانجوجز، في عايز انجلش وجيرمان. فول تايم 32 ساعة، 55,000 يورو تقريبا. بيمنت كونتراكت، بس ده من 14 خلي بالك. استوريا ده في النمسا. ده في ألمانيا. في ألمانيا، ومحتاج انجلش بس. هتروح تعمل ابلاي مثلا. ابلاي مش عارف على الموقع بتاعهم. انا الشركة دي تقريبا بشوفها منزلة، بس بقى فيها بوزيشنز فلاتر، كنت شفت لها اكتر من مرة. المهم هتروح تقدم، وحتى هما كاتبين لك ريموت ورك هنا. هتروح تقدم، والدنيا لذيذة برضو. الدنيا لذيذة هنا في ريموت انوير. باك اند انت عندك هنا في 187، تقدر تفلتر بقى. انا مش عايز اخش بقى في الحوارات دي، فاهم؟ انا عايز بس اوريك الويب سايتس نفسها. في هنا جيت لاب. تعالى مثلا نشوف جيت لاب، عايزين ستاف باك اند انجينير. هتخش تعمل ابلاي. عندك البوزيشن اهو، تخش تقدم. حلو. بس ده كده يا صديقي الويب سايتس اللي انا حابب ان انا اتكلم عنها. اعتقد في حاجات هتبقى اكتر من كده. لو لقيت حاجه افتكرت حاجه هحطها لك، بس اتمنى ما انساش. انا تقريبا اتكلمت عن 16 او 17. ان شاء الله هاخدهم كلهم، هحط اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن بتاع الفيديو. واتمنى يكون انت استفدت من الفيديو. وان شاء الله ربنا يوفقك وتقدم في حاجه وتقبل. وما تنسانيش لو انت اتقبلت في حاجه من اللي انا حاططهم، هتبقى تديلي دعوتين حلوين. هتفرق معايا كتير. بس. وانتظرني فيديو جاي ان شاء الله. اعتقد الفيديو اللي جاي هيكون ريفيو على سيريز. كنت كلمت الرجاله في الجروب اسس اللي احنا عاملينه، الكوميونتي بتاع فلوتر. بعتوا لي اكتر من سي في، فاحتمال الفيديو الجاي ان شاء الله نتكلم عن ازاي تعمل سي في كويس،
مش هاكلمك بقى إزاي تعمل ATS والكلام ده وتعدّل من الATS، سيبك بقى من الكلام ده، لأ إحنا هنتكلم إزاي تbuild أصلًا CV محترم، وهنreview كام CV كده في النُص، هاحط شوية tips and tricks كده من واقع خبرتي، فده إن شاء الله هيكون محتوى الفيديو الجاي بنسبة كبيرة يعني. بس، وأستأذن أنا يا دوبك أخش أتسحّر، مع السلامة.